البنات السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. لكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم البنات شاركت معكم الدجاج محمر، الدجاج ديال المناسبات. بالنسبه للبنات اللي ما كيصدق ليهمش الدجاج، الطريقه سهله، كتحضريه غير بوحدك بحال اللي كتاكلي الدجاج ديال المناسبات بطريقه سهله ومبسطه. هنا كناخذوا عندنا واحد جوج ريوسه ديال الثومه كبار. المقادير نعطيكم بالنسبه ديال 4 دجاجات: جوج ريوسه ديال الثومه كبار، شويه ديال القزبر معدنوس. هنا خديت جوج معالق ديال الحامض مصير، جوج معالق كبار. الحامض انا كنكون دايره مسير وكنطحنو وكنبقى نخدم به بحال هكذا. كناخذ واحد الحامضه كنعصروها، ناخذ غير الماء ديالها، حامضه تكون طريه. كنديرو سكينجبير، كنديرو واحد جوج معالق تقريبا كبار. هاد العطريه اللي غادي نديرو دابا هي اللي غادي نكتفيو بها في التغميره، في كلشي ما غاديش نزيدو. واحد جوج معالق كبار حتى هما ديال الزعفران المطحون، من الاحسن يكون مطحون على اليد، كيكون جديد كيعطي المفعول ديالو. هنا درت سميتو العطريه ديال الدجاج، درت تقريبا نص معلقه، ما كثرتش منها بزاف. هنا الطماط ديال الزعفران ضروري منهم في الدجاج، راكم عارفين. انا درت جوج طماط الزعفران. هنا ضفت شويه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف. صافي هنا كنضيفو الماء. درت هنا تقريبا جوج كيسان ديال الماء كبار. هنا ضفت عندي الثومه والبصله بودر، ضفت شويه شويه حتى هما كيعطيونا واحد المذاق زوين في الدجاج. ماشي ضروريين، الا كانوا عندك ديرهم، ما كانوش ماشي مشكل، انا كانوا عندي درتهم. صافي هنا كنطحنوا هاد العطريه ديالنا مزيان، ضروري ما كتطحن باش كتدخل لنا للدجاج. هنا الدجاج ديالنا ها هو ممكن ضروري تغسليه من قبل، بليله قبل، لان درتيه في النهار وما كيجي مسلك، ما كيجيش فسي. كتغسليه وكتخليه يبات في الثلاجه. ومن الاحسن تغسليه، يا اما ما ديريش الملحه بوحديتو، غسليه بالخل ولا بالحامض. الا غسلتيه بالخل ولا الحامض كيجي فتي، ملي كطيبي الصدر ديالو كيجي فتي. اما لما درتي لا خل الا حامض كيجي الصدر ديالو شويه مسلك. كاين اللي كيغسلوه بالملحه بوحديتها، الملحه ما كافياش، ضروري من الحامض اولا الخل. صافي انا كنشرمل الدجاج مزيان. التشرميله راه هي الدجاج اللي كنشرمل مزيان، صافي راه غادي يجيك زوين. صافي كنشرملوه مزيان من الداخل، كنهزو الجلده ديالو، كنخشيو العطريه بين الفخيضات، عاوتاني كنخشيو العطريه مزيان وكنخليوه يرتاح. كنشرملوه ونخليه واحد ساعه ولا ساعتين، ماشي غنديروا له التشرميله ونديروه يطيب، لا، ضروري تخلي ديك التشرميله تخليه. صافي هنا بعد ما تشرمل خليته انا تقريبا واحد ساعتين. كنربطوا الرجيلات ديالو باش ما يتحليناش في الطياب. صافي كناخذوا الطنجره فاش غادي نطيبوه. انا هنا الطنجره هزات لي غير 3 وحده طيبتها بوحديتها. طريقه سهله البنات ومبسطه. صافي كناخذوا ديك الشرموله اللي بقات كنديروها فوق منه، وكنزيدوا عليه الماء. فاش ما كنمشي كنغطيو عليه، كنديروا النص ديال الدجاج، النص ديال الماء ديالو. الجهه اللي غادي يطيب لينا فيه الدجاج كنديروا على الصدر ديالو، كنديروه يطيب. صافي هنا غادي ندوز، غادي نحضر البصله. انا درت 8 البصلات، يعني كل دجاجه كديروا لها 2 بصلات باش كتجينا التغميره، كتكون التغميره زوينه وكتجينا كثيره. كنشلطوا البصله، كنضرب لها شوار، ما كنطحنوهاش بزاف تولي لنا ماء، وماشي كنخليوها عاوتاني غليظه، يعني ما بين وبين، باش كتجينا التغميره كتكون شاده بحال هاد القياس هذا، يعني ماشي تطلق الماء ديالها باش توقف لينا التغميره مزيان. صافي هنا انا درتها فوق الدجاج. الدجاجه الاخرى درتها طيب بوحديتها. صافي هنا ضفت شويه ديال الزيت العاديه، شويه ديال الزيت البلديه.
صافي هنا بعد ما هزيت الدجاج انا هنا درت داك العناق ودرت ديك القنصات اللي عندي. الكبده ما ضفتهاش ديك الساعات حتى حسيت بالعناق طابو، عاد ضفت الكبده صافي كتبقاي تحركي تحركي حتى توقف لك الدغميره، يعني ما كتحبسيش عليها متحرك باش ما كتسقليناش. صافي كتبان لك ما بقاش فيها الماء غير الدغميره واقفه، صافي كتعرفي صافي. المهم يعني كنت كتعرفي راه طابت. هنا خديت الدجاج ديالي غادي سميتو خديت درت الزبده ودرت المطار والهريسه وشويه ديال السمن اللي كيبغي السمن، هي راس المعلقه ديال السمن صافي. وكندهنوهم مزيان من كاع الجهات ديالهم. الفران يكون سخون، انا درتهم غير في الفران. كندهنوهم مزيان. قلت لكم راه كيجي لي شافو ما كيقولش كاع واش في الفران، كيجي بحال اللي مقلي، يعني الفران راه كيكون صحي ماشي بحال الزيت كتقلي فيه وكتعاودي. صافي هو كان هذا هو الدجاج ديالي. شوفوا اللون ديالو كيف جا ذهبي، جا زوين، يعني كيتحمر في الفران بحال اللي مقلي لاننا دهناه مزيان بالزبده والمسترد والهريسه. وكان هذا هو الشكل ديال الدجاج ديالي. نتمنى نجربوا هذه الطريقه السهله المبسطه، جات زوين. قلت لكم بحال اللي كتاكلوا الدجاج ديال المناسبات. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتشجعوني، واللي باقا معايا سال هنا كنقول لكم شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.